السلام عليكم، انا خالد درغام طالب في كلية طب اسنان، وجاي النهارده اقول لكم ناخد اونلاين ولا سنتر. يا ما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول. طيب مبدئيا كده الموضوع ده بيعتمد عليك انت او عليكي انت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا كنت باخد السنه كلها اونلاين، انا ما خدتش سنتر خالص. طب ليه ما خدتش سنتر او ما خدتش درس خصوصي؟ انا كنت بشوف ان انا لما ببقى مع مدرس وجها لوجه كده بحس ان انا مش فاهم قوي، بحس ان انا في كده تشتت بيحصل في الحصه، فبكون شايف ان الاونلاين ميزاته اكتر في ان هو بيوفر الوقت. في نفس الوقت برضو لو انا عايز ارجع حته اعيدها، حته ما فهمتهاش، حته عايز اشوف الفيديو مره تانية في الحته دي، عايز اخش على جوجل اشوف حاجه ليها علاقه بالمدرس شرحه، فبحس ان انا باخد حريتي اكتر في الاونلاين وبقدر اتحكم انا في نفسي. يعني ايه اتحكم في نفسي؟ الاونلاين اهم حاجه فيه لو انت او انت هتاخدوا اونلاين، فالاونلاين لازم تكونوا عارفين تنظموا وقتكم. طب هننظم وقتنا ازاي؟ هننظم وقتنا بان احنا نعمل جدول. الجداول اللي بنرميها ونقطعها هي دي بالظبط، هي دي اللي احنا بنعملها كل شويه وبنرميها ونقطعها. بس هترميها وتقطعها هتعمل واحد تاني مكانه. ما ينفعش في الاونلاين تمشي من غير جدول، هتلاقي نفسك بوظت الدنيا، هتلاقي نفسك ركنت، هتلاقي كل حاجه باظت منك. فلازم يا جماعه تعملوا جدول لو هتاخدوا اونلاين. لو هتاخدوا سنتر او هتاخدوا درس خصوصي فكده كده انتم مجبرين على الجدول المحدد بتاع السنتر او بتاع المدرس. فعشان كده برضو بحب الاونلاين في ان انا بقدر انظم نفسي اكتر، بقدر انا اختار ان انا اذاكر احياء يوم كذا وكذا، اقدر اذاكر فيزياء كذا يوم كذا، فده بيخلي فيه مرونة اكتر بالنسبة لي في الدروس، وبيخليني اقدر اذاكر في اي وقت انا عايزه. يعني حتى الدروس اللي في السنتر او في الدروس الخصوصية انتوا بتكونوا رايحين الدرس، مثلا عندكم درس الساعة 10 بالليل، في دروس بتبقى بالليل متأخر، فهترجعوا هتناموا مش هتعرفوا تصحوا الفجر. انا كنت مسيستم نفسي ان انا كل يوم انام بدري واصحى الفجر، انام بدري واصحى الفجر، فده كان مساعدني لان انا كنت كله اونلاين، فانا بتحكم في الدروس زي ما انا عايز. فعشان كده زي ما قلت لكم الاونلاين ميزته ان انت بتقدر تنظم نفسك 100%، انت معاك الصلاحية كلها. ساعات ممكن الموضوع بس يختلف سنة، لو انتوا مثلا عندكم امتحان شامل فتلاقي مدرس عامل امتحان مثلا الساعة 10 بالليل وبيقول لو ما دخلتش بعد الساعة 12 مش هتكمل معايا على المنصة، فعشان كده بتضطر في اليوم ده بس تغير النظام شوية وتمتحن، ولكن بعد كده برضه بتمشي نفس النظام، ولكن ده بيبقى يوم مثلا يومين كل مثلا شهرين ولا حاجة، فمش بيأثر معانا. فدي ميزة الاونلاين. عيب الاونلاين اللي انا شايفه ان هو يعني الصعوبة في التواصل مع المدرسين المساعدين. يعني ايه؟ يعني انا عندي سؤال عايز اسأله في المنهج، فانا في ارقام للمدرسين المساعدين، سواء هتسألهم واتس او هتسألهم على المنصة نفسها او هتسألهم بأي وسيلة تانية، فبيبقى في صعوبة في الرد، ما بيردوش بسهولة، بيردوا بعد فترة وممكن ما تفهمش، فتلاقي واحد تاني رد عليك بعدها مختلف عن اللي كان رد عليك في الاول، فبتبقى لخبطة بالذات مع المدرسين الكبار. المدرسين المشهورين قوي دول هما اللي بيكون عندهم كمان لخبطة اكتر عشان عدد الطلبة اللي بتاخد معاهم، فهم بيجيبوا كذا مدرس مساعد، فتلاقي واحد رد عليك بعد كده واحد تاني رد عليك. وانا كنت بشوف فعلا مع مدرس بدون ذكر اسماء، كنت بسأله سؤال الاقي مدرس مساعد رد، اجي اسأل على اجابة المدرس المساعد، يعني برد على الاجابة عايز افهم اكتر، الاقي مدرس مساعد تاني غير اللي كان رد في الاول جاي بيقول لي لا ده غلط على كلام المدرس اللي قبله. فهم بيتناقضوا نفسهم، وبالذات في زي ما قلت لكم في المواد اللي هي فيها اصلا اختلاف، زي مثلا ايه، زي الاحياء، زي كيمياء، ساعات بيبقى فيها اختلاف. ففي مواد كده بيبقى فيها اختلاف شوية على حسب بقى الاسئله اللي هي اللي بتعلى بالتفكير او اسئله خارج المنهج. فده عيب الاونلاين اللي انا شايفه، وعيبه هيبقى فيه عيب تاني للاونلاين، ولكن ده للي مش عارف ينظم وقته. لو ما نظمتش وقتك هتلاقي كميه تراكمات في الاونلاين مش طبيعيه. الاونلاين بيراكم بطريقه مش طبيعيه، لازم تاخدوا بالكم من الحته دي. الاونلاين لو راكمت هتلاقي التراكمات بتلف ورا بعض كده ومش هتخلص، فلازم على قد ما تقدروا تحاولوا ما تراكموش. راكمتوا على طول الحقوا نفسكم وجيبوهم، لان المدرسين بيعتمدوا ان انت اونلاين. فهنزل لك فيديو طويل جدا، فيديو فعلا، في فيديوهات بتجيب ال10 ساعات، ده مش هزار، وفي فيديوهات بتعدي كمان 10 ساعات.
فانتوا لازم تلحقوا نفسكم برضو تقدروا تسرعوا الفيديو. فدي حاجه ميزه في الاونلاين، ان انت بتختصر شويه في الوقت، ان انت هتسرع على 1.5، ما حدش يسرع على 2. ما اظنش ان 2 تنفع حتى مع المدرسين اللي هم شرحهم بطيء. يفضل تخلوها 1.5 احسن عشان تقدروا تفهموا والدماغ تشتغل اكتر. طيب كده احنا خلصنا الاونلاين. طب ايه بقى مميزات وعيوب السنتر او الدرس الخصوصي؟ انا بتكلم طبعا على السنتر بتاع المدرسين الصغيرين، يعني انا لو رايح المدرس مش مشهور قوي فده هو اللي انا بتكلم عليه. لكن المدرسين المشهورين اللي هم المعروفين على السوشيال ميديا لما تروح لهم سنتر فبيبقى برضو الموضوع صعب شوية، ولكن مش مستحيل، مش زي الاونلاين برضو. يعني التواصل مع المدرس بيبقى صعب، انت بتتواصل مع المدرسين المساعدين، ولكن بتعرف تتواصل مع المدرسين المساعدين، مش زي الاونلاين اللي هو فيه تشتت في المدرسين وتتكلم ده تلاقي ده بيرد عليك وكده. لا، مفيش الكلام ده في السنتر. طيب السنتر الصغير والدروس الخصوصية ايه مميزاتهم؟ مميزاتهم ان انت معاك المدرس وجها لوجه، يعني انت هتقدر تسأله ويرد عليك في نفس القعدة. مش هتلاقي بقى ان انت بتسأل فيرد عليك بعدها باسبوع، بعدها بيومين، بعدها ب3 ايام. لا، انت هتسأله هيرد عليك في ساعتها. الميزة التانية في الدروس او السنتر هي المتابعة. يعني ايه المتابعة؟ يعني المدرس هو بيتابع معاك وبيشوف درجاتك وبيتابع معاك انت ذاكرت ايه ما ذاكرتش ايه. الكلام ده في الاونلاين مش موجود. المدرسين ساعات بيخلوا المساعدين بتوعهم يتصلوا على الارقام بتاعت الطلبة ويسألوهم عملتوا ايه وشفتوا ايه. وفي كمان مدرسين عندهم صلاحية ان هم يخلوا المساعدين اللي بيتصلوا يشوفوا الطالب ده شاف فيديو كذا وما شافش فيديو كذا عشان يكلموه. وبرضه ساعات بيتصلوا في الامتحانات، ولكن ده مش مع كل المدرسين، ده بيبقى كام مدرس كده هو اللي بيعمل الحركة دي، فما بيبقاش برضه المتابعة زي في السنتر او في الدرس الخصوصي. فالميزة التانية بتاعت الدروس او السنتر هي المتابعة. طيب العيوب بتاعت الدروس او السناتر هي المميزات بتاعت الاونلاين بس هنعكسها. يعني ايه؟ يعني وقتك ما بيبقاش ملكك، ما تقدرش انت تغير وتلعب في الدروس وتحط الدرس ده هنا والدرس ده هنا، ما بيبقاش بالسهولة اللي انت متخيلها. هتاخد وقت كبير وهتاخد رأي المدرس، طب موافق، طب المدرس التاني موافق ان انا احرك ده، هيبقى دوشة ولف كتير وممكن ما تعرفش في الاخر. فالاونلاين بيبقى ميزته في الحتة دي ان احنا بنتحكم احنا في الدروس اللي بنحطها في الوقت ده وفي الوقت ده وفي الوقت ده. تاني عيب، لو انت عايز تعيد حتة معينة في درس قبل كده في الدرس او في السنتر هتلاقي الموضوع مش بالسهولة دي. المدرس مش شرط يعيدهولك تاني، لو عنده مساعد ممكن يخليه يعيد لك الحتة دي بس وهيبقى عايدها لك وهو مش عايدها لك بالظبط. فالاونلاين برضو بيكسب في الحتة دي ان هو بيعيد الفيديو، لو عايز تعيده تاني تقدر تعيده. في مدرسين ساعات بيعملوا موضوع ان انت عشان تعيد الفيديو لازم هتدفع سعر الحصة بس اقل من سعرها عشان تعيد الفيديو بعد مثلا 3-4 ايام، ولكن زي ما قلت لكم دول بيكونوا برضو فرديين، ما بيبقاش الكل كده. في الاغلب بيبقى الفيديو عادي متاح ليك، ما دام اشتريت الحصة تقدر تتفرج عليها لحد اخر السنة عادي جدا. وفي النهاية بعد كل اللي انا قلته ده سواء مميزات او عيوب السنتر او الاونلاين، فانا شايف بعد كل ده ان اهم حاجة ان انت اللي تقرر انت هل بتقدر تفهم المدرس وهو قدامك. هل انت لما تشوف المدرس شغال قدامك ما بتتشتتش، ما بتركزش في حاجة تانية، ما بتحسش ان انت مش فاهم؟ هل انت جربت نفسك اونلاين؟ لازم تجربه اونلاين قبل ما تاخده الخطوة عشان تشوفه هل انت لما بتكون مع نفسك تقدر تفهم، بتقدر تشوف ده وتشوف ده وتشوف ده. طب انا ما فهمتش من المدرس ده افهم من المدرس ده، طب انا ما فهمتش من ده افهم من ده. فانا شايف ان انتوا لازم تجربوا الاول عشان تقدروا تحكموا على الحتة دي، تحكموا هل انا مع نفسي بقدر احصل معلومات اكتر ولا مع المدرس. وطبعا انا ما بفضلش موضوع ان انت تاخد درس سنتر وتاخد درس اونلاين، انا ما بفضلش الموضوع ده خالص عشان الموضوع ده هيشتتكم. انا موافق ان انت تاخد درس سنتر وتيجي تحل اونلاين، تمام؟ دي فكرة حلوة جدا، حل اونلاين. زودوا حل يا جماعة، ما تزودوش شرح. زودوا حل ما تزودوش شرح، بالذات طلب التربية وتعليم زودوا حل ما تزودوش شرح. حل اكتر ما تشوف شرح. انت رحت ذاكرت مع المدرس، شرح لك المدرس، ارجع حل واجب المدرس اللي هو هيديهولك او الكتاب اللي هتحله مع المدرس. زود حل انت اونلاين مع نفسك على اليوتيوب او على اي حاجة من دي. لكن انك تشوف شرح هنا وشرح هنا، انا بشوف ان ده بيشتت تفكيرك وبيشتت الافكار اللي المدرس كان لسه مديها لك. فانا ما بفضلش الموضوع ده خالص. اللي هيختار يختار حاجة واحدة منهم بس. واللي بياخدوا دروس او بياخدوا سناتر في الاغلب بيجوا على المراجعة النهائية وياخدوا اونلاين.
فكده كده هتاخد اونلاين على المراجعة النهائية بنسبة كبيرة، مش بنسبة 100%. في ناس بتكمل سنتر للآخر برضو أو دروس للآخر عادي جدا، ولكن الأغلب بيروح اونلاين في الآخر. فما تزعلش على أي اختيار، المهم ده الاختيار اللي يكون في صالحك، اللي بيخليك تحصل معلومات أكتر. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم وحاولت أفيدكم على قد ما أقدر. لو عندكم أي استفسار أو أي سؤال مستني أشوفه في الكومنتات. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وأشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ياما وقعنا في الطريق ونقوم، لا حزن كان بيدوم ولا جرح بيطول.